بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة الدورة التأصيلية في علم التوحيد لفضيلة الشيخ سفيان عايش. نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والآن مع الشريط الأول. تم تسجيل هذا الشريط في 10 من ربيع الثاني لعام 1427 للهجرة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، فهذه دورة نرجو من الله أن تكون مباركة متعلقة بأشرف العلوم، وهو علم التوحيد. فعلم التوحيد إخوتي في الله هو العلم الذي دعت إليه جميع الرسل. فقد اتفقت دعوة الأنبياء جميعا على التوحيد. فقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاتفقت الكلمة واتفقت دعوة التوحيد، بينما اختلفت الشرائع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا بالتوحيد اتفقت دعوة الأنبياء جميعا. بالشرائع اختلفت دعوة الأنبياء، لذا فجميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام. لذا كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة وسماها دعوة جميع الرسل الإسلام. الإسلام دعوة جميع الرسل. فإذا إياك أن يلبس عليك الشيطان فيقول لك هناك الأديان التي ينبغي أن تكون متفرقة، وكما يقول بعض العامة: كل واحد على دينه الله يعينه. هذا مثل مذموم مرفوض شرعا، لأن جميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. وإنما كان الأنبياء يؤمرون بأن يبلغوا ويبشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون دعوته لجميع الناس. فإذا لم يؤمن ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو في حقيقة أمره لم يؤمن بالأنبياء السابقين. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا ودخل النار. فإذا من هذه المقدمة اليسيرة تبين لنا أن دعوة جميع الأنبياء هي دعوة التوحيد، وكلهم يدعون إلى توحيد واحد ودين واحد وهو الإسلام، واشهد بأننا مسلمون. لذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الشاهد أن هذا هو دين الله عز وجل الإسلام. وقال الحواريون: واشهد بأننا مسلمون. فإذا
دعوة الإسلام ودعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء، فمن أراد أن يسير على نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فعليه أن يدعو إلى التوحيد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فإذا العالم أول ما يتقن ويحرص على إتقانه هو علم التوحيد. فأي دعوة خاوية من علم التوحيد هي دعوة فارغة، لأن أساس النجاة هو قائم على التوحيد. أرأيتم إلى صاحب البطاقة الذي يخرج له أو أخرج له 99 سجلا، وكل سجل فيه من المعاصي مد البصر، ولكن لم يكن عنده إلا سجل واحد فيه بطاقة فيها لا إله إلا الله. فعندما جعلت لا إله إلا الله في كفة، وهذه السجلات المليئة بالمعاصي في كفة أخرى، رجحت لا إله إلا الله. فإذا التوحيد هو الذي تكون به النجاة. أرأيت يا عبد الله لو أنك أخطأت في علم الفقه، وأخطأت في علم الأصول، وأخطأت في علم الحديث، ولكنك لم تضل في علم التوحيد، وبقيت كما يحب ربنا ويرضى في علم التوحيد، فهل لا ينفعك هذا التوحيد أم ينفعك؟ ينفعك بلا شك. بل من الناس الذين يدخلون النار، وسوف يأتي معنا ذلك لاحقا إن شاء الله، فيخرج الجبار بيده أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فكانوا على التوحيد الصحيح والتوحيد الصافي الذي يحبه ربنا ويرضاه. ورأيت لو أتقنت علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الجدل وما شئت من العلوم، ولكنك ضللت في علم التوحيد ووقعت في الشرك والكفر، فهل ينفعك هذه العلوم؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم التوحيد هو أشرف العلوم وأعلاها، فمن علمها واتقنها رفع برفعته. لذا انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هل كان في دعوته وفي تأسيسه وفي ترسيخه في قلوب الموحدين أو قلوب الناس أجمعين يدعوهم إلى الفقه أم إلى الأصول أم إلى علم الحديث، أم كان يدعو إلى علم التوحيد؟ كان يدعو إلى علم التوحيد. فأساس دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة التوحيد. هذا إخوتي في الله ينبغي أن يردد وأن يكرر وأن يعمق في القلوب، لأن هناك من الدعوات في هذا الزمان يقول: لا تتكلموا في التوحيد، فالتوحيد يفرق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، التوحيد يفرق بين الحق والباطل، وهذه اسم من أسماء القرآن وهو الفرقان، لأنه يفرق
بين الحق والباطل. فإذا ما الفائدة أن نجتمع لكي ندعو ونأتي بالناس فيصلوا ويزكوا ويؤدوا الطاعات، ولكن لا ندعو إلى التوحيد ونقول هذا باب لا يفتح؟ فما هو الأفضل؟ أن يجتمع أقوام على توحيد صافي ولكنهم يقصرون في طاعة الله، أم أقوام اجتهدوا في طاعة الله ولكن توحيدهم باطل؟ لا شك أن الميزان الصحيح كما مر معنا هو التوحيد، وليس معنى هذا أن نزهد أو أن نزهد في باقي علوم الشريعة، فكلها دين الله عز وجل، ولكن علينا أن نعرف أن علم التوحيد هو أشرف العلوم وأعلاها وأسماها. لذا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاصمته مع قومه ومحاربته لعشيرته وما حصل بينهم من سفك للدماء وتسفيه للأحلام وإلى غير ذلك من الأحداث كان سببها دعوة التوحيد. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن ماذا بعثه؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا التوحيد أولا، فالتوحيد إخوتي في الله هو الأصل الأصيل الذي لا ينبغي أن يرفع من القلوب أو تكون عليه المفاوضات أو تكون عليه التنازلات، فكل شيء يقبل المفاوضة إن جاز أن يقبل إلا علم التوحيد. فإذا إخوتي في الله هذه المقدمة الصغيرة القصيرة حتى نعرف أهمية علم التوحيد. أما النقطة الثانية التي نحن في صددها هو أننا في دورتنا هذه ينبغي أن نفهم أنها المستوى الأول، فبالتالي يصعب علينا أن نتوسع ويصعب علينا أن نفرع، وهذا التوسع والتفريع آتينا إن شاء الله، ولكن في خطوة ثانية. فكما إذا أراد الواحد منا أن يصعد إلى السطح فإنه يصعد على السلم درجة درجة وبإذن الله فإنه يصل. ولكن من قال أصعد على السلم لا أريد أن أقفز، لو يقفز ليل نهار فستمر الأيام والليالي وهو يقفز ولكنه لن يصل. ولكن ذاك الذي صعد خطوة خطوة فإنه قد وصل. ثم رأينا إخوتي في الله أن مواضيع التوحيد كثيرة وعديدة ووفيرة، وهذا العلم إخوتي في الله ينبغي أن نفهم أنه لا يفصل عن باقي العلوم. فما من علم تتعلمه من فقه أو تفسير أو حديث أو أصول أو إلى غير ذلك من العلوم فسوف تجد علم التوحيد له صلة بهذه العلوم. لذا إخوتي في الله كان ينبغي على كل مدرس إذا درس الناس قبل أن يدرسهم أن يحكم علم التوحيد. فلو أنه تكلم في الأصول، وهذه الأصول أكثر كتب الأصول
قد بنيت على كتب وأهل الكلام، وأهل الكلام كانوا على عقيدة غير عقيدة السلف الصالح. فهم عندما كتبوا بناء على عقيدة وعلى تفكير وعلى استقراء، فكتبوا علم الأصول. فهذا العلم فيه شئت أم أبيت من علم التوحيد. فإذا درست الناس فينبغي لك أن تتقن علم التوحيد، حتى إذا جاءت هذه المطبات وهذه المشاكل في كتب الأصول فرستها وجعلت الصافي ما كان في زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم وفق دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في علم التفسير، فلا تظنن أن جميع كتب التفسير وفق عقيدة السلف الصالح، فسوف ترى إن بحثت ونظرت أن الكثير من كتب التفسير وفق أهل الكلام والأهواء، فمنهم من هو معتزلي، ومنهم من هو أشعري، ومنهم من هو ماتريدي، ومنهم من هو شيعي رافضي، إلى غير ذلك من الفرق التي سوف تأتينا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. سوف تأتينا دورة الفرق بإذن الله تعالى. فإذا هذه خطوات ينبغي لك أن تفهمها حتى تهتم بهذا العلم. إن جازت المفاضلة في الاهتمام فأكثر ما تهتم بعلم توحيد، فهو العلم الذي إن لاقيت الله به وفق عقيدة صحيحة سليمة بإذنه تعالى تنجو بفضله ورحمته جل في علاه وعظم في عالي سماه. فقلنا أن علوم التوحيد كثيرة ووفيرة، وعلم التوحيد أقسام، ولكن ما نريد أن نتكلم عنه بداية وسوف ننتقل إلى باقي الأمور لاحقا، ولكن في كل مرة فقط نحاول أن نتكلم في التأسيس وفي الأساسيات. فإذا أحكمت الأساس فعليك بقراءة كتب أهل العلم فتكون مؤسسا، ثم أنت تبني. ولا تظنن أن الدروس تكفي حتى تصبح داعية إلى الله، أو حتى تصبح مدرسا أو معلما للناس الخير. فلا بد لك من القراءة في كتب أهل العلم وكتب أهل السنة، فهذا هو النجاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. فنقول مستعينا بالله جل في علاه أننا سوف نتكلم في البدايات في مبحث الإيمان، وهو مبحث حري لكل واحد منا أن يحكمه وأن يتقنه، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه البدع وكثر فيه أهل الأهواء، وقفزوا وانطلقوا من مبحث الإيمان، بل جرهم ضلالهم إلى أن كفروا علماء المسلمين، بل جرهم ضلالهم إلى أن أفتوا بقتلهم وسفك دمائهم. لا أقول عن واقع في كوكب آخر، بل أقول عن واقع نحن نعيشه ونحياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل البدع كما ذكر غير واحد من علماء المسلمين قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فهم في البدايات يحاولوا
أن يحطموا وأن يقتلوا وأن يكسروا علماء السنة. فإذا تنازلت وابتعدت عن علماء السنة فهنا يخلو بك. فإذا خلوا بك ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنت في بعد عن أهل العلم جعلوك معهم شئت أم أبيت. لذا انظروا إلى واقع المسلمين في كل زمان ومكان، فهم أول ما يتهجموا على من؟ على العلماء وعلى الرؤوس. فهناك من الفرق من تتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم ويسقطوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أسقطوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي ما نقلوه يكون ساقطا. وماذا نقل الصحابة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت هذا الأصل بأن تسقط الصحابة كنت منهم بأن لم تقبل كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أسقطوا الصحابة قالوا قلت لهم فكتاب الله، فقالوا لك عندنا كتاب آخر. فقلت لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لك عندنا سنة أخرى. فخرجوا بكتاب وسنة جديدتين وحاولوا أن ينشروا بدعتهم. وكذلك انظروا في زمن القرن الثامن مثلا، عندما حاول أهل البدع أن يسقطوا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. فانظروا مثلا إلى برهان الدين البقاعي الذي ولد ونشأ في التصوف وعاش معهم ونبت معهم، وكان يحذر ويقال له إياك وابن تيمية، إياك وكتب ابن تيمية، وكان يرفض أن يقترب منها حتى سمع منهم كلاما كفرا: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت لن تفهم هذا الكلام الآن، سوف تفهمه لاحقا. فبقي على ذلك حتى قال: فماذا في كلام ابن تيمية أشد مما سمعت؟ فأقرأ، فعندما قرأ كلامه وجد التوحيد الصافي والخالص، فانخلع من بدعتهم وكتب كتابه الشهير مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تفسير ابن عربي. الشاهد من هذا أن هذه هي أساليب أهل البدع، أنهم يحطمون الرؤوس. وفي زماننا ونحن في مبحث الإيمان إذا تهجم المبتدع فأول ما يتهجم على الشيخ الألباني أو على الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين، فهو يعرف أن هؤلاء الثلاثة على قلب رجل واحد وعلى قول واحد في مبحث الإيمان. فإذا هدم هذا الأصل عندك ولم تسمع للشيخ الألباني ولا لابن باز ولا لابن عثيمين، استفرد بك وخلا بك وأوقعك في بدعته. إذا ما هو الحل الجذري لهذه الفتن التي في زماننا هذا؟ الحل الجذري لهذه الفتن هو العلم،
الموصول بالعلماء الربانيين، العلم المتصل بالإسناد الذي تناقله العلماء، هذا هو العلم الصافي، وهذا هو العلم الذي فيه الفلاح والنجاح. لذا فإذا نظرت إلى دعوة كثير من أهل البدع فقلت لهم: من هو مؤسس دعوتك؟ فيقول: مؤسسها فلان في سنة 1928. إذن هل بقيت متصلة حتى وصلت إلى السلف الصالح؟ الجواب لا. وإذا سألت الآخر قال: دعوتنا أسست في 54 وذاك في القرنين، إلى غير ذلك من الكلام الذي يذكر لك تاريخا ليس موصولا بالعلماء الربانيين. أما لو قلت لصاحب السنة الذي هو على منهج السلف الصالح: من مؤسس دعوتك؟ فقال لك: مؤسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه أصحابه، وتناقلها أتباعهم إلى في هذا الزمان فلان وفلان من العلماء الربانيين. هذا هو العلم الصافي الذي ينبغي لنا أن نفهمه. إخوتي في الله، حقيقة الكلام في المداخلات والمقدمات كلام طويل، ولكن أكتفي بهذا لأقول أن ما يهمنا من مبحث الإيمان أننا سوف نحاول أن نحكم الأساس، ونقول بالنسبة إلى مبحث الإيمان: تعريفه الشرعي هو تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هكذا عرفه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة أو أصول أهل السنة في المجلد الرابع صفحة 911. وهذا التعريف عرفه كثير من العلماء، ولكننا في التأسيس نذكر فقط عالما واحدا، ومنهم من يقول: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أو عمل بالأركان. فإذا مهما تنوعت العبارات فالمعنى واحد. هناك قلب، لسان، جوارح، هذه الأقسام الثلاثة. أما فيما يتعلق بالدليل على أنه تلفظ باللسان، قوله تعالى في سورة البقرة الآية 136: قولوا آمنا. كيف كان الاستدلال في هذه الآية على أن الإيمان لا بد من تلفظ باللسان؟ كيف كان الاستدلال؟ من يعرف يرفع يده، ويكون هناك أكثر الإخوة لم يرفعوا، فبالتالي ينبغي البيان. نبدأ بالجميع، تفضل. إذا كلمة قولوا كما يقول علماء أصول الفقه بعبارة النص أو بالمنطوق، فكلمة قولوا آمنا. فإذا يا من تريد أن تكون مؤمنا لا بد أن تقول. فلو قال إنسان عن آخر هو مؤمن لكنه لا يقول، فنقول هذا خلاف القرآن. قولوا آمنا. وقوله تعالى في سورة آل عمران آية 84: قل
آمنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري برقم 1399 وعند مسلم رقم 20 بعد 32 فيه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا لا بد حتى نحصل الإيمان من النطق. لذا قال الآجري في كتابه الشريعة في الجزء الثاني صفحة 613 قال الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا، أي أراه نطقا فرضا واجبا. فإذا هذا فيما يتعلق بالنطق باللسان. فإذا إخوتي في الله، كل من زعم أنه مؤمن ولكنه يرفض أن ينطق بالشهادتين، أن ينطق بالإيمان، فهذا إيمانه مرفوض، إيمانه مرفوض. ومن يذكر لي مثالا شهيرا يتضح به أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله. من يذكر لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا شهيرا يدل على أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله؟ علي. يعني الأصرح من هيك الصياد نعم مع عمه أبي طالب، فهو من أشهر الأمثلة التي تذكر في هذا المقام. فعندما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلة للسان والنطق بالإيمان لما قال له قل لا إله إلا الله، مع أن عمه كان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لا أطلق بها عيناك، يعني خشي أن يسب أو أن يلام من قومه، فرفض أن ينطق بلا إله إلا الله، فكان عاقبته أنه من الكافرين والخاسرين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن بشفاعته أن يخرجه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لعمه قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعندما مات عمه جاء ابنه علي بن أبي طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك الضال، يتكلم عن من؟ عن أبيه. إن عمك الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فوارح، اذهب فوارح. ومن أهل العلم وإن كان هذا له صلة بالفقه استفاد من هذا أنه لا يعذب الكفار. ما قال يا علي أبوك مات إلا لله ما أخذ وله ما أعطى وعزاه، قال له اذهب فوارح. الشاهد من هذا إخوتي في الله
أنه لا بد من النطق باللسان، وهذه الأدلة على ذلك. بعد ذلك هناك أدلة على أنه اعتقاد بالقلب، على أنه اعتقاد بالقلب. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإذا هذه الآية في سورة المائدة رقم 41 فيها يظهر أن الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه أنه دخل في الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لما كفروا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه فهذا بنص القرآن أنه من الكفار. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه أي هذا الشخص الذي نطق بالكفر أو عمل الكفر فإنه لا يعتبر كافرا. لما؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من هذا الكافر؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن الكافر الذي ينشرح صدره. وهذه الآية في سورة النحل آية 106. فإذا من نطق بالكفر مكرها فإنه لا يكون كافرا إلا إذا انشرح صدره الكفر. وهذا كما سوف يأتي معنا لاحقا أنه من موانع التكفير للمعين الإكراه. فمن أكره على الكفر ونطق بالكفر وكانت الظروف الظاهرة هي ظروف الإكراه فهذا لا يحكم عليه بكفر، لا يكفر. وحتى في مسائل كثيرة فأهل العلم يقولون أن من أكره على الطلاق فزوجته ليست بطالق، فكما أن واحدا يريد أن يتزوج فتاة وهي متزوجة فأكره زوجها على طلاقها فطلقها فهذا نطق، ولكن هذا النطق من غير قصد. لذا أقام أهل العلم مبحثا من مباحث الأيمان وليس الإيمان، الأيمان أنه مرجعه إلى النية. فكما ترون أن العلوم متصلة وحاكمها هو علم التوحيد. وأيضا من السنة ما رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة 420 إلى 421 وأبو داود في السنن رقم 4880 وقال عنه شيخنا رحمه الله حسن صحيح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه أي نطق بكلام الإيمان فقط
باللسان ولم يدخل الإيمان قلبه، فإذا لابد من الإيمان أن يدخل القلب. لا تغتابوا المسلمين. وقال الآجري أيضا في الشريعة الإيمان بالقلب أي التصديق والمعرفة، في الجزء الثاني صفحة 612. عندما يقول أهل العلم اعتقاد بالقلب فهم لا يحصرون أعمال القلب فقط بالاعتقاد، وإنما يذكرون أشهر وأبرز ما يكون في القلب وهو الاعتقاد، فيذكرون أيضا أبرزها التصديق والمعرفة، لا أنه في القلب فقط المطلوب التصديق والمعرفة. فلو أن إنسان صدق وعرف ولكنه بعد ذلك يقول أو لم يخف من الله، فالخوف من الله من أعمال القلوب. لو أن القلب لم دخل فيه الشك، فإذا أعمال القلب كثيرة، ولكن ما نحن بصدده هو أبرزها وأشرفها. وإن كانت العمر بقية إن شاء الله نأتي إلى أمور أكثر وأوضح. من يذكر لي مثالا من واقع النبي صلى الله عليه وسلم من كان ينطق بالإيمان ولكنه لم يدخل الإيمان قلبه ومع ذلك هو من الكافرين؟ تفضل. بمعنى ماذا؟ المنافقين، أو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والعياذ بالله. فإذا هؤلاء قالوا ونطقوا، ولكن ما هو السبب؟ أنه لم يحكم بإسلامهم وحكم أنهم من الكفار. السبب في ذلك هو القلب، لم يدخل الإيمان إلى قلب. فإذا هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح. عمل بالجوارح أي أن أعمال الجوارح من الإيمان، وسوف يأتي معنا لاحقا كيف أن أهل البدع أساس بدعتهم تنطلق من هنا، وسوف ننقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف انطلاق هذه البدعة. ولكننا كما أسلفت لكم نمر بداية ونؤسس، ثم تكون الكرة إن شاء الله بالتوسع، وسوف يكون قريبا لا يكون بعيدا. يعني سوف نحاول في موضوع الإيمان أن نأخذ مستوى أول مستوى ثاني، ثم موضوع آخر مستوى أول مستوى ثاني، حتى تبقى الأمور متصلة. فأخشى أن تكلمنا في موضوع الإيمان والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية، فإذا رجعنا إلى الأصل نكون قد نسي بعض الإخوة، وهذا الأصل لا ينسى. وأنا آمل ونسأل الله أن نوفق نحن وإياكم إلى أن ينقل هذا العلم إلى من يأتي ولم يكن قد تابع الدرس من البدايات أو جاءنا بعد مدة طويلة. فهذه أمانة في أعناقكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على
تبليغ العلم، وقال رب مبلغ أوعى من سامع. فنرجع ونقول أعمال الجوارح، فالجوارح هي الأمور من الجسد الظاهر، فالقلب شيء مخفي، واللسان ما بين الفكين، فما عدا ذلك من الأعمال التي تظهر هذه أعمال الجوارح. فالسواك هو من أعمال، سواك اللحية، الصلاة، الزكاة، الحج، كلها من أعمال الجوارح. الآن هنا يأتي الدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان، ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 295، وعند الترمذي في الجامع الكبير برقم 2964، وصححه شيخنا رحمه الله، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لأن بداية القبلة أين كانت؟ إلى بيت المقدس. قالوا من؟ الصحابة. قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ هنا ملاحظة مهمة، وسؤال ينم عن حرص على إخوانهم وعلى حرص على المسلمين الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فما حكم هذه الصلاة؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم إيش؟ صلاة، فسمى الصلاة إيمانا. فهذا دليل على أن الصلاة التي هي من أعمال الجوارح من الإيمان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري برقم 53 وعند مسلم برقم 23، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. إذن انظروا، أتدرون ما الإيمان؟ فعندما يذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء، فهذه تكون تفسير لكلمة الإيمان، أي بدل كلمة الإيمان. قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من حرص الصحابة ومن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني يجعلون قلوبهم واعية لما يقول ويتأدبون معه صلى الله عليه وسلم. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب من أنجح الوسائل في التعليم، أن تسأل السؤال فينتبه الموجودون، ثم لا يعرف الجواب، فعندما تلقي عليهم الجواب فتصغي إليه آذانهم وقلوبهم.
فهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال شهادة أن لا إله إلا الله واحد. اثنين، وإقام الصلاة. الآن عندما قال شهادة أن لا إله إلا الله، هذه متعلقة باللسان، فإذا هذا دليل آخر على أن النطق من إيش؟ من الإيمان. وإقام الصلاة أعمال جوارح، وإيتاء الزكاة جوارح، وصوم رمضان جوارح، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أنو مغنم؟ الجهاد، هذا الله يكرمنا وإياكم بالجهاد. فإذا هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. الآخر قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري برقم 9، وعند مسلم برقم 35 بعد 58، واللفظ له لفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذا دليل على أنه القول من الإيمان، القول باللسان من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأدناها، أدناها هذا عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل إيش؟ القلب، ويترجم عن الجوارح. يعني إنسان عندما يقول هبت أن أطلب منه مثلا قرضا، فيقول الأساس في القلب، لكنه ظهر على الجوارح. لذا جاء في الحديث الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وكما جاء في الحديث الآخر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. شو يعني إن لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني مسموح لك تصنع اللي بدك إياه؟ هذا ضرع. الحياة والمعنى الإمام القدس لا يفصل كل الأعمال اللي تتقرب في يعني يعني لا يستبعد عمن فقد الحياء أن يفعل أي شيء. فإذا وجدت إنسان لا يستحيي فلا تستغربن عليه أي فعل. والله يا أخي استغربت فلان، يعني معقول بفعل كذا؟ ما تستغرب، لأنه لا حياء عنده. والإنسان الأصل فيه أن يستحي من الله، فالاستحياء من الله كما في حديث ابن مسعود قال ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قيل وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء. فإذا الحياء درجات، وهناك حق الحياء. فإذا هذا الحديث من أشهر وأكبر الأدلة في مذهب أهل السنة على الأمور الثلاثة. ومنهم من يقول في زيادة في تعريف الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان أو بطاعة الشيطان. كل آن لذا قالوا 5 آن. فقال إذا هذا حديث دليل على أن الإيمان
درجات. الإيمان 77 شعبة أو 60 شعبة، إذا هو أيضا درجات. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، في مسلم رقم 54. الشاهد قال حتى تؤمنوا. طب الإيمان كيف تفصل؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أعمال قلب تترجم الجوارح. قد من هذه الأمور التي هي باب إلى المحبة إفشاء السلام. لذا من الأخطاء عند الناس أنهم يقولون كثرة السلام تقلل المعرفة والمحبة. هذا خلاف الحديث، خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرة السلام تسبب المحبة، تسبب الإيمان. فما يقوله هؤلاء العوام يصادم ما قاله نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب عندي تخريجه وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان. إن البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة أحمد؟ بمعنى نعم ترك. أيوة نعم، هذه المعاني التي ذكرتموها معاني صحيحة تلتقي في معنى واحد، وهو الترفع عن ملذات والتوسع في الدنيا. ترك التوسع في الدنيا وهو قادر عليه من علامة الإيمان. البذاذة ترك فاخر اللباس وأنت قادر على لبسه، ولكنك تركته من باب الإيمان. أنت تستطيع أن تلبس فاخر اللباس، وليس معنى هذا أن الإسلام يدعو إلى لبس الثياب مثلا الوسخة. فقد يكون الثوب متواضع ونظيف ومع ذلك فيه إظهار لنعم الله عليه وليس فيه توسع في الدنيا. حتى في مسكنك ليس معنى هذا الإسلام أنه لم يدعو إلى أن تسكن أو لم يسمح بأن تسكن بيتا متوسعا فيه، ولكنك إن تركت التوسع في مسكنك بمعنى في تجهيز بيتك وسكنت في بيت يكنك مع ترك التوسع التي ليس فيها قوام للبيت، فهذا دليل على الإيمان. فإنسان يريد أن يسكن في بيت ويعيش على الكراسي المتواضعة أو على الفراش الذي ليس فيه كلفة، ليس كالإنسان الذي لا يسكن إلا على الكنبيات. أنا هذا قادر في الكنبيات لكن ما بده من باب بذاذة. نعم نستمع الأذان. إذا إخوتي في الله، فيخطئ كثير من الناس في فهم البذاذة. فلو سألتكم مثلا إذا عشنا في بيت وكان فيه الإنارة وحصلنا الإنارة الكافية في بيتك، وآخر قال لا أريد أن أحصل الإنارة بثريات، فذاك حصل الإنارة ب10 دنانير الأول، والآخر حصل نفس الإنارة ب1000 دينار.
فهذا يستطيع أن يترك هذه الأمور من باب عدم التوسع في المباحات. نحن لا نقول له أنك الآن ارتكبت الحرام إلا في بعض الصور التي قد يكون لا صلة للإنفاق الزائد إلا من باب المفاخرات، وهذا حقيقة يبتلى به حتى لو كنت طالب علم إذا جالست الأثرياء. فلذا كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال له وجالس المساكين، دائما ما تجالس المسكين، فهذا يعينك على البذالة. فإذا أدخلت في بيتك مثلا هذه الإنارة التي كلفتك مثلا 10 دنانير وجالست مسكينة قال لك ما شاء الله إنها جميلة وتعطي إنارة وفيرة تعينك على القراءة والكتابة. ولكنك إن جالست ثريا قال لك ما هذا عندي 1000 دينار، فيقول له الآخر أنا عندي 2000، فتبدأ قسوة القلوب. وماذا تستفيد من هذه الإنارة؟ لك تنظر، وهو لا ينظر إليها لأنها تتعب البصر أصلا لو نظر إليها، فليس فيها إلا معنى المفاخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخل عليك ذاك المسكين لكي يزورك في بيتك وقدمت له تلك الوسادة والفرشة المتواضعة لا شكرك على ضيافتك. فإن دخل عليك ذاك الثري فربما لا يجلس، وإذا جلس يذكر ما عنده. فإن زرته وجدت بيته مليء بالكنبيات الفاخرة فيقول لك كم كلفك غرفة الجلوس؟ تقول له 50 دينار، فيقول لك أما أنا فكلفتني الألوف. هذا يقصي قلب. فيأتيه آخر فيقول له 10، أنا كلفني 20، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا البذاذة يعني وإن كان قصد الدرس له صلة لأن أعمال الجوارح هي من الإيمان، ولكن هذا أمر مدعاة لكل واحد منا حتى لا يتنافس على هذه الدنيا الفانية. فإن كان عندك ما يسد حاجتك من غير مفاخرة متقصدا الاحتساب عند الله وأنت تقدر، وإن لم تكن تقدر فأنت تنوي، فهنيئا لك أجر إن قدر الله منك أجر البذاذة. ومن ينظر في تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم العملي يجد البذاذة ظاهرة عنده صلى الله عليه وسلم. وكيف لا تكون ظاهرة وهو نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام؟ فها هو عمر رضي الله عنه عندما يدخل عليه وهو نائم على حصير فيقول يا رسول الله قيصر وكسرى يتنعمون بالديباج والذهب وأنت رسول الله تنام على الحصير. فقال يا عمر أولئك عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. وكان يقول في حديث آخر لو أمرت جبل أحد أن يصير ذهبا لصار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام على الحصير وأثر في جنبه فقيل له يا رسول الله هل اتخذت وطأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا. وطأ يعني بساط، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة فراحة وتركها. فهو قادر عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله جبل أحد ذهب على طول صير ذهب، ما بيعيش على بنام في الذهب والديباج والذهب، لكنه ما بده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل هذا أصل عند المسلمين الحريصين على اتباعه
ألا تتنافسوا وألا تحرصوا ولا تتفاخروا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، تهلككم كما هلكتكم. أكم سيارتك 10، أنا بدي أجيب ب20. فأكم بيتك 100,000، بيت 200,000. شو عندك كنبيات إيطالي، بدي أجيب أمريكي. شو مطبخك؟ هذا كلام الناس. فهذا هو الهلاك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الذل. قال: إذا تبايعتم بالعينة ظهر فيكم نوع من أنواع الربا، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد. واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزر، يعني الانشغال بالدنيا. مين فينا يجمع مصاري أكثر، مين يصير عنده أموال أكثر. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينفع حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام عن مبحث الإيمان. وهيئوا أنفسكم من الآن للامتحان، فبعدما نقطع شوطا لابد أن يكون الامتحان. ما اللي برسل بقول له أنت كفرت، لا، مع الله هذا الامتحان شكل. لكن أنا مدعاة لكل واحد منا أن يتقي الله وأن يحرص على التفقه في دين الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد على آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.